بدات حياتي الوظيفيه ما بداتهاش مع الطفل. انا كنت بشتغل علاقات عامه، ولما دخلت عالم الطفل الحقيقه عالم ابهرني، وعالم خلاني عشت جواه، وبقيت حاسه ان انا طفله من خلال التعامل مع الاطفال. الطفل فعلا المصري بالذات انا بتكلم لان انا احتكيت بيهم قوي. فالطفل المصري ده كنز، بعتبره الثروه القوميه بتاعت مصر فعلا. احنا بنتكلم عن ثروات كتير، ولكن الطفل المصري ده الثروه القوميه اللي موجوده في مصر، واللي المفروض مصر تحافظ عليه وفعلا تبنيه البناء اللي هو يستحق ان يكون هو الشاب بتاع المستقبل، والقائد بتاع المستقبل، الفنان بتاع المستقبل. لان الطفل المصري مواهبه متعدده ومختلفه، بمعنى ان مصر عايمه من خلال الطفل المصري على فيض ابداع. فعلا ده انا واجهته وصادفته ولقيته. ما شفتش طفل مش موهوب، سواء في الرسم، سواء في الموسيقى، سواء حتى في القراءة، عنده إبداع غير عادي. الحقيقة ده اداني فرصة من خلال وظيفتي كمديرة قصر الطفل ان انا تعاملت معاهم في كل الإبداعات، في كل مجالات الإبداع. تعاملت معاهم في الموسيقى، وكان معايا مدرب راجل شاب كده ظريف قوي، وزيه زي الأطفال كده، جميل في تعاملاته، ومتخصص دارس موسيقى. وعملنا فريق كورال. الفريق ده خدناه تراثي، لان انا بحب قوي ان انا اتمسك بجذوري. الجذور دي هي اللي هتدفعني للمستقبل بتاعي. فالحقيقه انا كنت متخوفه من الاطفال، لان الاطفال بيسمعوا مزيكا حديثه، الريتم السريع، فكنت متخوفه جدا ان هم ما يتقبلوش ده. لكن الحقيقه انا لقيت استجابه منهم بشكل غير عادي. بل على العكس دلوقتي بعضهم بعد التدريبات دي قدروا يكونوا لنفسهم فرق مستقلة خاصة. فهنا الطفل المصري فعلا بيضرب مثل ان هو كمبدع اديله الطرف او الطريق الصحيح، وهو هيذهلك تماما في ابداعه. نفس الشيء في المسرح. انا يعني بعتمد اساسا على الناحيه التعليميه. انا بحب قوي اتعامل مع الطفل بالناحيه التعليميه، ما بحبش اتعامل معاه من ان انا هعمل مسرحيه لا، دي مش هتفيد الطفل في حاجه، دوره هيأديه ويمشي. لكن لما تجيب له ناس تعلمه حرفيه المسرح متكامله، هتقدر تخرج المخرج، هتقدر تخرج الممثل المتمكن، هتقدر تخرج بتاع السيناريو اللي يكتب السيناريو. فده فعلا حصل، والحقيقه يعني ده انا بفتخر بيه وبعتز بيه جدا، ان ولادي فعلا اللي اتدربوا مسرح النهارده كتبوا واخرجوا ودربوا اولاد جدد على الحركه على الستيج والمسرح، الاضاءه والصوت. يعني عايزه اقول ان انا فعلا مبهوره بالطفل المصري، وانا واثقه تماما ومتاكده وبراهن على الجيل ده من اطفال مصر. هو ده المستقبل بتاعنا كمصريين. فعلا انا بحيي كل اطفال مصر، واظن ان دلوقتي شفنا نماذج، وبحيي كل انسان بيهتم ومؤمن بابداع الطفل المصري، وان مفيش طفل ما عندوش موهبه. مصر هي ام الفن وام الحضارات، ففعلا الابداع موجود في الطفل. لكن انا بوصي الكبار والاباء ان هم يهتموا قوي بالطفل ويراعوه، وما ياخدوهاش مجرد تسليه. صدقوني الطفل بيحس بذاته قوي لما تنمي الموهبه اللي جواه وتقدر تكتشفها. فعلا هتخلق انسان جميل، انسان يبقى له صدى واثر في البلد دي. اشكركم كلكم وبتمنى ليهم كل توفيق.